أهلا وسهلا بحضراتكم. لو حضرتك أو حضرتك عايز تعمل بيزنس، مهتم بالفرانشايز، مهتم إن أنت تعمل مشروع تكون جزء منه، تبدأ تتعرف على البيزنس ده وتتعرف على العائد منه. فمن خلال فيوز بزنس سوليوشنز بنقدم لك 3 أنظمة مختلفة من الفرانشايز. في الفيديو ده احنا هنبقى بنتكلم حوالين نوع الفرانشايز في مجال، او الفرانشايز في مجال الزيوت الطبيعية مستحضرات التجميل، ب3 أنظمة مختلفة. حاولنا ان احنا نبقى يعني بنعملها وبنظبطها انها تبقى متلائمة مع الطلبات اللي حضراتكم طلبتوها، وبناء على الفيدباك اللي جانا من الناس اللي انضمت معانا من أول شهر 4. بالنسبة لي الفيوز بزنس سوليوشنز، احنا بنقدم زي ما قلنا، اولا احنا بنقدم خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة، نوع من الكوتشنج في مجال التسويق الدولي، الفرانشايز، والتصدير. يمكن احنا هنا بنحاول ان احنا نقدم محتوى له علاقة اكتر ب يعني in general للأنظمة، وبنبدأ ان احنا نشرح المنتجات، غير ان احنا طبعا في الفرانشايز اللي هو الفرانشايز بتاعنا بنبدأ ان احنا يعني بنقدم كوتشنج وبنقدم اسيستنس وبنقدم كونسلتيشن كمان. اتمنى بس من حضراتكم انه كل اللي يبقى يعني مهتم بالموضوع، طبعا يعني اتمنى ان انتوا تبقوا بتسجلوا عضويتكم واشتراككم معانا هنا في القناة، وكمان بتفعلوا النوتيفيكيشن زر الجرس، بحيث انه يعني ان انتوا كمان تكونوا بتفعلوا زر الجرس وبتشتركوا على التشانلز بتاعتنا المختلفة، سواء كانت على الفيسبوك، على التيك توك، انستجرام، والفيسبوك واليوتيوب طبعا. طيب، فاحنا اول حاجة هنتكلم عنها ايه؟ اول حاجة هنتكلم عنها إيه هو إيه ازاي ممكن ان انت تبدأ. اهلا بحضرتك يا فندم، نتشرف بيك، وبرضه لو في اي سؤال او استفسار عند حضرتك او حضرتك نتشرف بيك طبعا. طبعا احنا هنا على القناة هتلاقوا في شرح للمنتجات، وطبعا احنا بنجهز في منتجات هتبقى نازلة، يعني تبقى نازلة الفترة اللي جاية بخصوص الصيف، وكمان بخصوص الباك تو سكول. فممكن يكون حضرتك سواء موجود في مصر او خارج مصر، تقدر ان انت تبقى بتعمل بيزنس معانا من خلال الفيروس فرانشايز، تحديدا في مجال، او يعني الفيروس اويل اند كوزماتيك فرانشايز. طيب، البداية بتكون ازاي؟ البداية بتكون من خلال نظام الفرانشايز العادي، اللي هو بيبدأ من 2500 جنيه. يعني بنتكلم تقريبا في $50. ممكن حضرتك يا فندم تسيب لنا البيانات بتاعت حضرتك، ويعني حضرتك برضو عرفنا أستاذ كارو حضرتك موجود فين، أو حضرتك موجودة في أنهي دولة، ونتشرف بحضرتك طبعا سواء من جوه مصر أو من بره مصر. فالبداية ممكن بتبقى من خلال الفرانشايز اللي نقدر إن إحنا بنبدأ بيه من خلال 2500 جنيه مصري، اللي هو ما يعادل تقريبا $50. طيب، ايه الاحتياج لده، او ايه نظام الفرانشايز ده بنعمل فيه إيه؟ طب وايه الانظمه التانية؟ فاحنا عندنا الاول حاجه بس اللي هو الفرانشايز العادي، اللي هو امتياز العلامه التجاريه. في بعد كده عندنا الاوتوميتد فرانشايز. فكره الاوتوميتد فرانشايز ده ان انت مش انفولف، انت بتستثمر، عامل نوع من الاستثمار والانفستمنت، بحيث انه يعني يعني دي الجزئية التانية اللي هو الاوتوميتد ده، إن هو يعني حد بيبقى عايز ان هو بيستثمر الفلوس بتاعته، وده من 3750 جنيه، يعني بنتكلم تقريبا في $75 أمريكي، أو ما يعادله بالعملات المختلفة.
دي جزئية. الجزئية اللي بعد كده أو النظام اللي بعد كده هو الشير فرانشايز. هو ده ميكس ما بين الاتنين، وده بيبدأ من 4900 جنيه، يعني 100 دولار. فاحنا كده عندنا 3 أنظمة. لو بنتكلم بالدولار للناس اللي من خارج مصر، هو 50 دولار، 75 دولار، 100 دولار. متوسط ال ROI أو Return of Investment أو يعني معدل الأرباح بيبقى متوسط 62.5%، يعني ما بين 60 و 65%. خلال قد إيه؟ خلال من 40 ل 45 يوم. وبيكون التحصيل في خلال من أسبوع ل10 أيام بعد انتهاء الفترة دي. وخلال الفترة دي صاحب يعني صاحب الاستثمار أو صاحب الفرانشايز هو بيعرفنا بس إذا كان هو حابب يدخل معانا ويكمل يفضل في راوندز، ولا إن هو مكتفي بده ويبدأ إن هو يطلع. طيب قبل يعني احنا قلنا الثلاث انظمه. طيب بس قبل ما تبقى داخل، طيب حضرتك او حضرتك ايه الاسيتس او ايه الاصول او ايه اللي عندك؟ في ناس بعتت لنا وهي عندها صفحه على الفيسبوك، هي صفحه شخصيه، فده ما للاسف ما ينفعش. حد، طب فحضرتك بنتكلم قالوا انت عندك مكان ولا عندك بيزنس اونلاين و... ولا لسه عايز تجرب الاستثمار؟ طيب فتمام، انت حضرتك دلوقتي عندك بيزنس اونلاين. فهل هو بيزنس اونلاين مش فكره ان انت عندك صفحه، فكره ان انت لازم يبقى عندك جروب عليه مينيمم 500، من 500 ل 1000 ويبقى اكتف. الصفحه لازم تبقى صفحه منتجات، صفحه ستور، اونلاين ستور، مش صفحه شخصيه. لانه ده معناه ان حضرتك مش هتقدر تعمل، يعني مش هيبقى في حركه بيع. فده يعني ده كده يعني نوت eligible او غير متاح او غير متوافق مع سيستم الفرانشايز، اللي هو السيستم الاولاني اللي هو ب 50 دولار، اللي هو ب 2500 جنيه مصري. فالنظام ده هو الفرانشايز الاولاني ده ان حضرتك عندك بيزنس راننج اون شغال على الارض، وانت حابب انه يبقى في منتجات انت ضامن حركه بيعها، وان احنا بنساعدك في تسويقها وفي بيعها من خلال ان احنا بنحط الداتا والانفورميشنز بتاعت حضرتك، بنحطها على الويب سايت بتاعنا، بنحطها على الموبايل ابليكيشن. وممكن حضراتكم عشان تتعرفوا اكتر على الدنيا هتلاقوا الرابط بتاع تحميل الابليكيشن، يعني يقدر ان هو يبقى موجود. بص يا فندم، هو طبعا يعني لو بنتكلم في 1000 جنيه، لا هو اقل حاجة يعني نقدر نبدأ بيها وحضرتك تبدأ بيها معانا هو من 2500، علشان بس يبقى العائد يعني مجزي، عشان يبقى العائد وفي نفس الوقت برضو يعني مفيش مشكلة لو حضرتك بس سيب لنا الميل بتاعك، واحنا هنتواصل مع حضرتك علشان نقدر ازاي ان احنا نتواصل مع حضرتك ونعرف لحضرتك الدنيا دي. فدي الجزئية الأولانية، إن حضرتك عايز تعمل بيزنس. هل أنت عندك بيزنس؟ لو عندك بيزنس فلازم تبقى صفحة مش شخصية، صفحة عليها حركة بيع، لأنه الخوارزميات بتاعة الفيسبوك هي بتبدأ تقرأ الصفحة والشغل اللي عليها والسيجمنتيشن بتاعها والاودينس بتوعها. فعشان ما تبقاش بتاخد حاجة وإيه ده لأ ده فأي حاجة هتبقى بتسبب مشكلة لحركة البيع مش هنقدر نبقى موجودين فيها لأنها هتبقى بتضر. طيب لو حضرتك عندك مكان فده يعني كاتيجوري مختلف وبيبقى له بنفيتس مختلفة ومزايا مختلفة. عندك مكان بقى سواء كان مخزن، حتى لو انت عندك مكان مش مجهزه مفيش مشكلة، بس بنبقى عارفين انه ده مخزن. عندك محل، طب المحل ده منتجاته ايه؟ عندك ستور اكبر شوية، عندك صيدلية، عندك عيادة، عندك مركز تجميلي، فكل ده يعني تمام وموجود معانا ونقدر ان احنا نشتغل عليه بشكل رئيسي واساسي. وممكن لو حضرتك مش انترستد في القصه او مش انترستد في ان انت مش عايز، لا انت مش عايز وجع دماغ، حضرتك عندك شغلك
في مجال بقى، في مجال طب او في مجال صيدله، فانت عندك صيدليه او عندك عياده، فانت معانا في الاندستري، معانا في الصناعه. لكن في ناس هم اوريدي معانا من شهرين ومن اكتر من كده، هم مش انترستد بالقصة، هو مجالهم شوية مجال مختلف، فهو كل اللي عايز فيه ان هو يعني عايز ان هو بيبقى نوع من الاستثمار، وبرضه يبدأ او تبدأ شوية بشوية تدخل معانا في القصة. طيب لو قلنا بنقول نظام الفرانشايز هو ب $50، $50 ده equivalent او معادل ل 22 قطعة بتبقى مع حضرتك، او يعني اللي بتبدأ بيهم. وزي ما قلنا الراوند بتبقى من 40 ل 45 يوم، والتحصيل بيبقى من اسبوع ل 10 ايام بعد انتهاء الراوند دي، راوند الفرانشايز. وزي ما قلنا الفرانشايز بنبدأ ب $50، الاوتوميتد بيبدأ يعني $50 ومضاعفاتها، كل الارقام ومضاعفاتها. وبالنسبة للأوتوميتد فرانشايز بنبدأ من $75 ومضاعفاتها. والفرانشايز شير اللي هو يعتبر ميكس. وبرضه في جزئية مهمة في الفرانشايز، كامل البضاعة بتكون في عهدة حضرتك، بحيث انه ان احنا بنطلع لحضرتك المنتجات بتبقى عندك في النظام في نظام الاوتوميتد ونظام الشير. بيبقى فيه الامكانيه ان يبقى عندنا، يعني يبقى الستورج او المخزن بتاع منتجات حضرتك ممكن يبقى 50% 50% زي ما انت عاوز، نسبة 20% عندك، نسبة 80% عندك. وعندنا هنا حاجات احنا بنطلعها لك على حسب الاوردرات. وطبعا احنا بندي حاجة في الفرانشايز انه لو حضرتك عندك مكان على الارض، عشان كده كنا بنقول ان في بنفيتس، لو عندك مكان على الارض فالمكان بتاعك على حسب ليفل الفرانشايز ومدتك معانا، المكان محيطك انت او ممكن المحافظه بتاعتك، الماكسيمم بتبقى المحافظه بتتقفل على حضرتك طالما ان انت مكمل معانا على الاقل لمده 6 شهور. يعني بنتكلم تقريبا انه بيبقى من 2 راوندز ل 3 راوندز، ان انت تمام ان حضرتك معانا لمده دورتين ل3 دورات، فاحنا بنقفل على حضرتك المحافظه، فاي اوردر في محافظتك بيطلع من خلالك، سواء من خلالك انت لو انت واخد الفرانشايز والبضاعه كلها في حيازتك، فبنقول لك والله ان في اوردر مثلا سي ان حضرتك مثلا في البحر الاحمر، قنا، اسيوط، الاقصر، سوهاج، اسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، دمياط، اي مكان، فاي اوردر بيطلع من عند حضرتك. ولو حضرتك موجود معانا في الشير ده بيجمع ما بين الاتنين، والشير دوت للناس اللي عندها اماكن على الارض. احنا حاولنا ان احنا نبقى بنلخص الدنيا، هنبقى بنفرد فيديوهات اكتر، شرح اكتر لكل نظام، هنبقى بنفرد فيديوهات وشرح اكتر على كل منتج بالافكت بتاعه. آه، عندنا الفلكسبيليتي في الكاستمايزيشن، حضرتك عايز حجم قد ايه؟ في ناس بيبقى ملائم ليها حجم معين بشكل معين. فيعني ده حاولنا على قد ما نقدر ان احنا في الفترة دي او في الفيديو ده، وان شاء الله يعني يبقى على مدار، عشان كده مهم انه جدا ان حضراتكم اللي وصل معانا للفيديو لغاية هذا الوقت انه يبقى بيعمل سواء كان لايك او سبسكرايب، وانه يبقى بيتابعنا، بحيث ان احنا هنبقى بننزل فيديو. طبعا مهم انه هتلاقوا الرابط بتاع الموبايل ابليكيشن بتاعنا اللي عليه كل التفاصيل وشرح المنتجات وكله موجود، سواء ل موبايل ابلكيشن للي مهتم بالفرانشايز، فده بيبقى فيه داتا مختلفه، وفي كمان للناس اللي هو يعني بيبقى فيه تو موبايل ابلكيشن، حضرتك بيبقى في موبايل ابلكيشن ليك انت، وفي موبايل ابلكيشن بقى اللي هو الناس تقدر من خلاله انها يعني ده اللي بنحط عليه الداتا المختلفة لأماكن التواجد بتاعتنا. اتشرفت جدا بحضراتكم، بنعتذر عن التأخير في التواصل الفترة اللي فاتت دي، بس إن شاء الله الفترة اللي جاية نكون معاكم. كان مع حضراتكم باسم سمير بتاع تصدير من فيوز بيزنس سوليوشنز. تحياتي وتقديري وشكري للجميع.